صباح الخير عزيزي، معاك مازن مصطفى في فلوج جديد، مش حلقه جديده المره دي. الفلوجات ابتدت تكتر انا عارف، بس اللي هو واي نوت، فاهمني؟ ذاك الشخص اللي كان ماشي بشويه بيرفكشنزم، اللي هو دي تك شانل، اذا هي تك شانل. والله بدات الغي الكونسبت ده، وسوري على اللو انجل دي، بس هي مش تكبر والله. انت بس في مصر فانت خايف ترفع الكاميرا كده وتصور فلوج عادي، فالراجل اللي وراك يقول لك انت بتعمل ايه يا ابني، ويتمسك في الشارع بقى وحوار كبير. اظن اخواتي المصورين فاهمين النقطه دي. فانت يعني انا من وجهه نظري تغلبت شويه على فكره ان هو ليه ما نكسرش القواعد، فاهمني؟ الروتين ده هنفضل عايشين عليه لغايه امتى مش عارف. بمناسبه كسر القواعد، ما رضيتش اخد المايك معايا بصراحه وانا نازل، كنت مقرر القرار ده، واسف لو جوده الصوت ما كانتش افضل حاجه، لكن بصراحه ما كانش هيبقى لطيف قوي ان انا امشي بالمايك في الشارع، كان هتبقى موجه كبيره قوي يعني، وسلك طويل وبتاع، حتى مش شوت جان مايك عشان الدنيا تمشي. بس مش ده الموضوع. الفكره في كسر القواعد. لو ما كسرناش القواعد فصباح الفل، معلش يعني هنفضل عايشين في روتين ممل ثابت لا يتغير، فاهم؟ الا لو في اكشن دخل عليك، فاهمني؟ فانت حياتك هتفضل ثابته وروتينيه لغايه ما في اكشن بقى يحصل يغير لك الروتين ده. فهتقول لي ايه لازمه الفلوج ده؟ بصراحه انا بتلكك يعني، عشان اكون صريح معاك عزيزي المشاهد. كنت حابب اطلع اتكلم شويه في فيديو، فاهم؟ بس يكون خارج نطاق التك، وفي نفس الوقت هيبقى قريب شويه للفلوج. بس لقيت ان في ايفنت النهارده، ورشه اخراج هحضرها وكده، فقلت واي نوت نضرب الاتنين في بعض، واحضر ورشه الاخراج واتكلم عن الحاجات اللي انا عايز اتكلم عليها في فيديو واحد، ويبقى الاسم عملنا فلوج واتكلمت عن الحاجات اللي انا عايزها، وخرجنا برضو عن المألوف. اتعلمت في المسرح شويه حاجات حلوه جدا يعني، كانت من افضل الفترات في الكليه بالنسبه لي، هي فترات حضور المسرح وتدريبات المسرح. فاتعلمت ايه بكل بساطه من الحاجات اللي اتعلمتها؟ ان المسرح مش لازم يحل المشكله، المسرح ممكن يصب الضوء او يركز الضوء على المشكله في العرض المسرحي، يعني التوبيك، قصدي يكون التوبيك هو اللي يعني بيعرض مشكله معينه في المجتمع ايا كانت، وبكل بساطه مش لازم يحلها، انت مش مطلوب منك تحل المشكله. فبصراحه الكونسبت ده لما ابتديت تاخده في حياتي سهل عليا حاجات كتير قوي. يعني مثلا زي الفيديو ده، ان انا طالع احكي مشكله لكن مش شرط احلها، انا طالع احكي. نفس الفكره بتاعت المرضى النفسيين، من رايك ليه بيدفعوا فلوس لثيرابي؟ فاهم؟ هم ما بيستنوش العلاج، هم بس مستنيين حد يسمعهم. انا تمام، انت سمعتني، انا زي الفل كده دلوقتي، مش محتاج منك نصيحه، انا بس محتاج ان انت تسمعني، بس مش اكتر. فعزيزي، كان دي من اهم الحاجات اللي اتعلمتها في المسرح بصراحه، وحتى خلتني في الشورت فيديوز اللي انا بفكر اعملها، اللي هو كنت دايما تشيل هم، يا نهار ابيض، طب وانا هحل المشكله ازاي؟ انا استعرضت مشكله، طب في اخر الفيديو بقى لازم اجيب الممثل اللي بيعمل المشكله يكون يعني حلها او تلقى علاج معين او اي حاجه من هذا القبيل. لكن بعد كده اكتشفت ان هو لا، ليه اعالجه؟ طب ما المجتمع هو اللي يعالجه، فاهمني؟ انت بتسلط الضوء على المشكله بحيث ان المجتمع ياخد باله ان في مشكله اصلا، وان دي مش حاجه طبيعيه، وبالتالي تترك العلاج لمن يستطيع فعل ذلك. فاهم؟ انت لست مرغم على فعل كل شيء في هذه الحياه، صدقني هتتعب هتتعب وهتروح انت الثيرابي لو مشيت بالحوار ده. ففين المشكله؟ انت مشتت، او خلينا لا نتكلم بصيغه المخاطب ونتكلم على حد ثالث وهو مش معانا. انا مشتت بما انه فلوج فبيتكلم عن مسيره يومي، فاهم انت؟ يكون عندك شويه اوردرز تعملها، مخطط لليومين الجايين، خلاص خلصنا الاوردرز اللي عايزين نعملها، خلصنا اليومين الجايين، هتبتدي بقى في حاله من انا عايش ليه، فاهم؟ انا هعمل ايه؟ لسه كنت بقابل واحد صديقي، معرفش والله احنا اصدقاء من امتى، بس اصدقاء من فتره طويله يعني. فنلاقي الشخصيات اللي انت بتقابلها كل فين وفين دي، فاهم؟ ونادرا، اللي هو مجرد ما بتقابله بتبتسم وتسلموا على بعض وعادي. فبصراحه انا استفدت منه يعني، واداني شويه انفورميشنز لذيذه كده. ف مش عارف، موضوع غريب، موضوع حرفيا غريب، فاهم؟ لو تحس ان الناس بتيجي في طرقك عشان توصل لك معلومه بس،
فاهم الفكره؟ هو كليه علوم، ولقيته بينصحني بحاجات ممكن تفيدني انا كمخرج او تفيدني في الفن بشكل عام. فسبحان الله، سبحان الله. نرجع لموضوعنا الاساسي، وهي فكره ان انت عايش ليه. فاهمني؟ بيني وبينك انا كنت بعيش الفتره دي، واعتقد ان انا ما زلت بعيشها حتى الان، يعني اللي هو انا في دماغي فكره خلاص نفذتها وشيرتها على السوشيال ميديا، وخدت النشوه بتاعت شويه اللايكس والكومنتس وجامد وبتاع ومش عارف ايه والتشجيع الجميل والله ده. ماذا بعد؟ فاهم؟ انت خلاص مفيش اي فكره تانية في دماغك حاليا، انت مش شغال، مفيش حاجه تعملها، فانت قاعد. فاهمني؟ مفيش حاجه تتعمل، ما كانش عندك فكره تنفذها فانت قاعد. فاهم؟ حتى صدقني انا مقفول من الفيديوز بتاعت اليوتيوب الفتره دي، بس الفلوج حاجه تانية، لان انت بتبقى على طبيعتك في الفلوجز. يعني انا على طبيعتي برضه في الفيديوز، بس في الفلوجز بتبقى على طبيعتك، لان انت مش ملزم بالسيناريو، انت بتحكي. فاهم؟ مش بتشرح. قد وصلنا للمكان المنشود تقريبا، اسمه مركز الابداع والفنون، اللي هو جنب اسم العطارين ده. احنا وصلنا هنا، واعتقد ان هم لسه ما بداوش يعني. فاعتقد ان انا استعرضت المشكله، واتمنى اكون اديتها حقها، بس لسه الفيديو مكمل، نشوف بقى ايه اللي هيحصل بقيه اليوم. حابب اقول لك ان الموضوع ممكن يوصل بيك لدرجه ان انت قلت اتمنى ترجع ايام ثانويه عامه تاني. صدقني هتضيع عليك اجمل الفرص اللي ممكن تيجي في حياتك لو ما ركزتش باللي بيحصل حواليك. انا ما رضيتش اسجل الفيلم بتاعي اللي هو نزل على اليوتيوب من كام يوم، ما رضيتش ادخل بيه في المهرجان اللي انا رايح احضره، اللي هو بتاع افلام قصيره. فاهم؟ انت متخيل الجمله اللي لسه قايلها دلوقتي؟ ما رضيتش ليه؟ ما لقيتش المهرجان يعني تاريخ بصراحه كده. انا ما دورتش كويس قوي، او ما دورتش، انا اكتفيت باللينك اللي اتبعت لي، فما لقيتش اي ديتيلز للمهرجان. وقلت هشارك بالفيلم كده وبتاع. فاهم؟ ومش متذكر هل ده كان السبب فقط ولا لا. فالمهم خلاص قلت عرفت الديتيلز بتاعت المهرجان، شويه عن الديتيلز في المهرجان وبتاع، او شويه حاجات عنه، فقلت هسجل. جيت اسجل لقيت اللينك اي ثينك ان هو قفل. فاهم؟ فانا ما دورتش تاني اذا كان قفل فعلا ولا لا، او ما كلمتش حتى المسؤولين على المهرجان ان انا ابعت لهم لينك الفيلم. ما عملتش اي مجهود. فاهم؟ مش عارف انا بضحك على خيبتي ولا بضحك لاجل ان انا فرحان، مش عارف صدقني، انا مش عارف. بس كل اللي اقدر اقوله ان انا قاعد جوه ولقيت لك افلام الفيلم بتاعي يضربها، يعني مش عايز اقول حاجه بس انت فاهم قصدي. فاهم؟ فالحمد لله، الحمد لله. ارجوك يا صديقي ما تعملش غلطتي وتضيع عليك فرص ممكن تكون من اجمل الفرص. صدقني كان احساس، كان هيبقى اجمل احساس ممكن يغير لي مودي، وهيبقى من اجمل الاحاسيس اللي حسيتها في حياتي، ان انا لو كنت قاعد زي الناس اللي حواليا دي كلها وفيلمي بيتعرض قدام. ايوه يا شباب، ايوه الفيلم بتاعي، انا الفيلم بتاعي ده، والله كان هيبقى احساس جميل. صدق انا يعني مجرد الخاطره اللي جت في دماغي حسستني ان ده هيبقى احساس جميل جدا، خلتني مرتقب. يعني انا من النهارده عايز استنى اي مهرجان يجي عشان اسجل الفيلم بتاعي، اودي الفيلم اللي انا عارضه. فاهم؟ مش هستنى ان انا اسجل فيلم تاني، فاهمني، ويبقى بالكواليتي اعلى. لا لا، انا هحط الفيلم ده زي ما هو. فاهم؟ يعني من باب الانتشار حتى، ومن باب الاحساس الجميل بتاع المشاركه، او انا اتعرض لي فيلم في المهرجان والكلام ده. فنصيحه، ما تضيعش الفرصه. يعني فاهم؟ دعبس حواليك هتلاقي في حاجات كتير. الله يكرمك، جو عدم التركيز اللي انا عايش فيه ده هيوديك في 60 داهيه. ففي الاستراحه حاليا، وبمناسبه عدم التركيز، انا اكتشفت ان المهرجان كان بيعرض الافلام القصيره على مدار الاسبوع، يعني بدايه من يوم الاحد اعتقد او السبت كان بيعرض في مهرجان، والنهارده اخر يوم في عرض المهرجان. انت متخيل انا ضيعت ايه؟ يعني ضيعت تغذيه بصريه وعلاقات كانت ممكن تحصل في خلال كام يوم، ومخرجين صغيرين افلامهم بتتعرض لو كان الافلام كلها مصريه، او كان في افلام مصريه. فانا ضيعت فرصه كبيره، زي مهرجان القاهره السينمائي، قصدي مهرجان اسكندريه السينمائي اللي كان من كام شهر، اللي انا اكتشفت بالصدفه ان هو اخر يوم ليه بكره، فحضرت اخر يوم ليه، او اخر يومين ليه معلش. فارجوك يا صديقي ركز ركز ركز، هتضيع فرص كتير عليك. فانا كنت بتكلم في ايه بقى عشان نسيت؟ كنت بتكلم والله نسيت، استنى افتكر. فزي ما قلت دي الاستراحه، وبعد كده هتبدا الورشه بتاعت مخرج اشرف فايق. تمام؟ خش بقى. يعني انا شايف ان هي هتبقى حاجه لذيذه بصراحه، ان انا استفيد من خبره حد بحب قوي الحوار ده، و
اي ثينك ان انا يعني ابتديت اكون علاقات شويه. بس هو اليوم لذيذ زي ما انت عارف. الساعه دلوقتي 5 وي، او هي المفروض 4 وي بالتوقيت الاساسي، فاهم؟ سكه ساعه كده ساعتين والشمس هتبقى انعم من كده. لو انت ما اتفرجتش على فيديو توزيعات الاضاءه فانت فايتك كتير، فاهم؟ اتكلمنا فيه برضو عن النقطه دي. نرجع للظل بتاعنا تاني. وزي ما قلت الورشه المفروض هتبتدي يعني، وانا اليوم لذيذ بصراحه، بقابل في ناس لذيذه وبحاول اكون علاقات برضو، فالموضوع لذيذ. وكان في نقطه بقى عايز اتكلم عليها بقى. بما اننا كنا بنتكلم عن فكره ان انت بتحس اللي هو ايه هدفي في الحياه والحاجات دي. انا مش جاي احل المشكله صدقني، انا جاي استعرضها بس، فاهم؟ واحكي اللي بيحصل برضو. اللي هو انت بتبقى قاعد خلاص خلصت الجول اللي انت حاطه بقالك كام يوم بتخطط له، او بقالك يا عم فتره بتخطط لفيلم صورته، بتخطط لفيديو وعملته، بتخطط لحاجه وعملتها، خلاص بقى بتبتدي تشعر بالفراغ. انا فاضي، انا موريش حاجه. طب انا عايش ليه؟ طب يا ترى لما اكبر هشتغل ايه؟ طب يا ترى تانية برضو هو انا ايه شغفي؟ انا بعرف اعمل ايه؟ في ايه اتعمل في حياتي، فاهم؟ ودي بقى مشكله. والمشكله التانية لما تكون انت تايه، فاهم؟ زي ما اهلي بيقولوا عليا فاهم؟ اهلي بيقولوا عليا ان انا سطحي، فاهمني؟ في اختيارات كتير جدا. يا ابني انت عايز تخش حسابات ولا عايز تخش اعلام؟ انت بتحب كذا ولا بتحب كذا؟ هم مش فاهمين ان انا يعني اعاني من موضوع ليس بالامر الهين، ولكنه ليه ايجابيات وليه سلبيات. انا شخص متعدد الشغف، انا اصور واخرج ويعني فاهم، والف سيناريوهات عادي 3 هم فاهم. ممكن اقوم بفيلم كامل لوحدي، ما عنديش مشكله. والتمثيل بتاعي مش قد كده بس بمثل، وبعمل كونتنت كرييتنج. انا كونتنت كرييتور، فاهم؟ بعمل فيديوهات يوتيوب وفوتوغرافر وفيديوغرافر. فانا مش والله مش فكره تعظيم في النفس، بس انت بتعرف تعمل حاجات كتير، دي حاجه حلوه. بس الوحش في الموضوع انت مين في دول كلهم، فاهم؟ انت رعد ولا هيثم ولا ولا انت يوسف الطاي ولا انت مثلا محمد الموزي؟ انت مين يعني، فاهم؟ عايزك تقف قصاد نفسك في المرايه كده تقول لي انا واحد من دول. لا ما ينفعش. هل ابي يوسف ينفع يبقى واحد من دول؟ لا مفيش، فاهم؟ فانا نفسي ببقى واقف، انا مش عارف انا مين. فانت عشان مش عارف انت مين، فانت مش عارف انت عايز تكبر تطلع ايه في المستقبل. ان انت عايز تطلع تبقى تشتغل على حاجه فيها كمبيوتنج او كمبيوتر، خلاص تقعد على كمبيوتر بتعمل حاجه ليها علاقه بالتك، سواء كان كورس هتاخده فهتتعلم حاجه ليها علاقه بالتك، فهتبقى مثلا داتا انتري مثلا، يعني اكملناها ليها علاقه بالكمبيوتر او بتتعامل على كمبيوتر مثلا. ولا هتبقى مخرج، ولا هتبقى مصور، ولا هتبقى مونتير، ولا هتبقى كونتنت كرييتور، ولا هتبقى ايه؟ انت مين في دول؟ يخرب بيتك. صدقني الموضوع ليس بأمر هين، فاهم؟ عرضت عليك المشكله، ناولني الحل بس انا هسيبك بقى دلوقتي واروح اشوف هل في علاقات ينفع اكونها من هنا، واشوف الورشه بقى لو بدات، واكمل يومي والقاك في اللي جاي. برضو عزيزي، ما بين الوقت والاخر او ما بين الحين والاخر الانسان بيحتاج اللي يخش حياته، فاهم؟ وهنا ما اقصدش اللي في بالك يا عديمه كده يعني، لا بالعكس، فاهم؟ حاجه ولو نشاط، فاهمني؟ سواء كنت تتمرن في الجيم او مثلا تكتشف مكان جديد تروحه، فاهم؟ تتمرن بقى اي حاجه مثلا، سواء كان تمرين، المهم حاجه يعني تتحط في حياتك جديده. تتعلم القرايه، فاهم؟ اقصد هنا موهبه القرايه، انك تقرا الكتب وتستفيد منها فعلا والكلام ده كله. في ايه تاني؟ فيها كتير زي مثلا ان انا النهارده رحت ورشه، فاهم؟ وبصراحه ما اكدبش عليك، الورشه دي خطيره، حرفيا خطيره. انا كويس ان انا جبت معايا النوته في الشنطه، ويمكن دي تكون الحاجه الوحيده اللي انا استفدتها من الكليه لغايه دلوقتي فاهم؟ انا داخل كليه اعلام لان انا يعني فكرت فيها، قلت انا يوتيوبر. ما كنتش لسه اكتشفت ان انا جوايا بذره مخرج. قلت انا يوتيوبر. يوم ما اليوتيوبر يخش كليه تليق بعمله، فدخلت اعلام. ما فكرتش فيها غير كده، قلت فيها تصوير واخراج بس، فهتبقى خطيره بالنسبه لي. انا بموت في التصوير،
فبعد كده اكتشفت ان انا جوايا بذره مخرج، فبرضه يعني نفس الكليه ليا هي برضه، بس مستني سنه التخصص هي بقى اللي هتخلي الكليه فعلا تفيدني، او يمكن من اول السنه الجايه الله اعلم. فالنوتة هي الحاجه الوحيده اللي استفدتها من الكليه اللي وزعوها في الاورينتيشن داي او اليوم الترحيبي، فاهمني. فبصراحه انا سجلت كميه معلومات، وتمت يعني تم فتح دماغي، مش تم فتح دماغي، تم توسيع افاقي، فاهم، على حاجات تانية جميله اكتشفت بقى، فاهم. اضافه لهذا برضو تعرفت على ناس جديده النهارده، او شخص، بلاش نقول ناس، تعاملت مع ناس لكن تعرفت على شخص، فاهمني. وبصراحه الحوارات دي بتبقى حلوه جدا، ان انت تروح وتكتشف ناس نفس دماغك او في نفس الوسط الفني اللي انت عايش فيه، فبالتالي الموضوع ده بيبقى جميل جدا وهيفيدك على المدى البعيد او المدى القريب، فاهم. بس ان شاء الله هيفيدك يعني. فانت لو هتسال مازن بتاع دلوقتي يقول ايه مازن بتاع كام يوم اللي كان قاعد وحاسس يعني مش عايز اقول ملل، بس تقريبا ملل من ضمن الحاجات اللي هو حاسس انا هعمل ايه، انا خلصت معليش حاجه اعملها، او انا مستني حاجه معينه تتعمل عشان ابدا فيها، او ظرف معين يحصل عشان ابدا الحاجه اللي انا عايزها، الحاجات دي اللي هو مش لاقي حاجه يعملها، حاسس ان هو فارغ، وليس فارغ هنا بمعنى اجوف، ولكن فارغ فاضي ملوش حاجه يعملها، وراه كتير يتعمل بس هو مش هيعمله دلوقتي، هو مستني الوقت المعين عشان يبتدي يعمل الحاجه دي. الوقت المعين هنا مش اقصد ان نفس الفكره بتاعت وقت الدحيح، لا بالعكس، انت فعل الحاجه دي متوقفه على عوامل اخرى ليست بيدك او خارج نطاق سلطتك. فباختصار كنت هقول له دور على حاجه تعملها حرفيا، وده يعني كانت حاجه بديهيه جدا، لكن هي الفكره كلها ان انا عارف ان انا كنت المفروض اعمل كده، بس كنت واقف على حاجه واحده، هي ايه الحاجه اللي انا هعملها بس. فبعد حضور الورشه دي حياتي بقت احسن بكتير بقى، وحسيت فعلا بالتغيير والكلام ده، وده بجد ما بهزرش يعني، في شعور افضل الحمد لله. وابتديت افكر بقى يعني الحاجات اللي انا سجلتها في النوتة دي اللي هيتحلل منها واللي هيتطبق عملي واللي الحاجات دي كلها، وفي اللي فتح دماغك على حاجات جديده تتعمل، فاهم. كان ممكن وقتها افتح كتاب اقراه مثلا، اتعلم حاجه جديده اعملها مثلا، مش عارف ايه بتاع الحاجات دي البديهيه، وممكن الكتاب اللي انا كنت هفتحه اقراه يفتح دماغي على حاجه اوسع، فاهم، فيسحلك برضو في دوامه تانية، فاهمني. اعتقد اني انتهيت، فاهم. فانا في جمله كنت مستني اقولها في الفيديو ده بصراحه، او في الفلوج ده، اللي هو يا ريتني في ثانويه عامه دلوقتي. والجمله دي انا كنت قايل لحد ان هو اعمل فيا ما بدالك، بس مش ما بدالك يعني، انا كنت محدد معاه حاجه معينه نعملها. لو انا قلت الجمله دي لان كنت في ثانويه عامه وقتها، خلاص فاهم انت، ذاتس ريزون، فاهم، اللي هو ليه ما تسجلش في مصر، او ليه ما تسجلش في الشارع. انا اعتقد ان هو كان بيقول كده قصد، والله اعلم بالنوايا يعني. فان جيت لحق مازن بتاع سنتين اعتقد ما كانش يقدر يقف الوقفه دي في الشارع ويفتح فيديو ويصور عادي ويرفع دراعه لفوق وكده يعني. لكن مين فينا بيفضل على حاله يا صديقي؟ جميعنا نتقدم، ولا عادي نتاخر ونرجع نتقدم تاني، بس المهم ان محدش فينا بيثبت على حاله. ونرجع للنقطه الاساسيه اللي هو شتتنا منها، كنت بقول لك فيها فكره اللي هو يعني انا يا ريت نرجع لثانويه عامه، فاهم، بس شيل من حياتي درس الكيمياء بس، وصدقني هبقى مبسوط جدا. الفكره كلها ان انت في ثانويه عامه انت يعني يتم قيادتك عن طريق الاحداث اللي دايره في حياتك، بس انت وراك ايه يتعمل غير ان انت تصحى تذاكر وتنام، تحضر دروسك وتذاكر، تحضر دروسك وتذاكر. فصدقني ثانويه عامه اي نعم كانت مليانه ضغوط نفسيه كتير وعصبيه، ضغط ان انت تعبان من كتر ما انت طالع نازل ومش عارف ايه بتاع، بس صدقني كانت ما فيش بربع جنيه تفكير في اللي انت هتعمله، لان انت حياتك معروفه، انت على مدار الكام شهر دول يخرب بيت الاضاءه، على مدار الكام شهر دول انت مش مطلوب منك غير ان انت تحضر دروسك، تذاكرها، تحل واجبك وشكرا، بجانب ممارسه حياتك الطبيعيه اللي انت مش هتبقى لاقي وقت انك تمارسها على وجه اكمل اصلا. فانت بالتالي ما عندكش وقت للتفكير وانا ورايا ايه تعمل، فاهمني. بس ف بكل بساطه كنت بقول وقتها لو كنت متفق مع حد يعني على حاجه تحصل،
لو انا كنت قلت رجعوني لثانويه عامه او ولا يوم من ايام ثانويه عامه تاني. فبس كده. هي فاهم ديب تو بلاك بقى، فاهم الناس بتاعت المونتاج هتفهم اللي انا قصدي عليه. الشاشه اسودت فتقول لك يلا مع السلامه الفيديو خلص. بس يا صديقي، ده كان فلوج النهارده. اتمنى او ما اعتبروش فلوج قوي، يعني انا كنت عايز اوصل رساله بس مش اكتر، او اسلط الضوء على حاجه زي ما الضوء نزل عليا كده. بكل بساطه انا مازن مصطفى. بس كده يا صديقي. وانا بحب اطول بصراحه في الفيديوهات بس ما بلاقيش حاجه اقولها، يعني فاهم بحس ان دي حاجه جميله جدا. ولكن يبقى السؤال، ماذا بعد؟